استكشاف النهارده هو استكشاف عالمي، استكشاف كل العالم بيتمنى بس انه يروح ويتصور جنبه. الميدان ده اسمه ارك دي تريومف، حاجه كده يعني اروع من الخيال. وصلت لبرج ايفل، بس النهارده انا ما رحتش عشان اتصور جنبه، لا انا النهارده عشت يوم كامل هناك عشان اصور لكم الصرح العظيم ده. بس اتوقع ان انا لازم استنى الطابور ده كله. كارت اهو. ميرسي. الموضوع جامد، معاصر معاكم الموضوع دقيقه بدقيقه. وصلنا للقمه بتاعت البرج. تبصوا انتوا كاشفين هنا فرنسا كلها، والدنيا تكتكه. ايوه من غير ازاز. باريس من فوق في اعلى قمه في برج ايفل ورايا هنا. النهارده انا طالع اصور لكم التفاصيل بتاعه برج ايفل، واصور لكم ارك دي تريومف. المكان ده او الميدان ده اسمه ارك دي تريومف، حاجه كده يعني اروع من الخيال. فانا عايز اقول لكم ان الموضوع ممتع. اتوقع ان النهارده هيبقى يوم جامد قوي، رغم ان انا كنت النهارده مخنوق جدا لان ضيعت 3 ساعات في الطريق عشان كانوا قافلين الطرق لبرج ايفل، معرفش كان فيه ايه، وفتحوه الساعه 6، فانا بدات يومي متاخر قوي. بس فانا عندي حماسه، يلا بينا بقى ايه نستكشف سوا. The first thing that you'll notice when you arrive at the Arc de Triomphe is the crazy traffic. تقريبا دي بقى حاجه زي ايه، جنازه، زياره الجنازه، الله اعلم. بس هنا ده في نار وفي ورود، دي كلها اسامي مكتوبه على الحيطه. انا دلوقتي لازم انطلق على برج ايفل عشان الوقت متاخر وعايز الحق قبل ما الشمس تنزل، وهنطلع فوق بقى وايه واصور لكم احلى شغل. يلا اشوفكم هناك. وصلت لبرج ايفل، هنطلق واعيش. وفي اوبشنين، في اوبشن ان انا بطلعه مشي، وفي ممكن اطلعه باسانسير، وعلى حسب الوقت، لان دلوقتي التوقيت الساعه 7:30 8، وزي ما انتم شايفين كده الشمس ايه بتضلم اهو، الشمس بتنزل. ده الطابور، هدفع وهجري واوريكم الموضوع من جوه بقى شكله عامل ازاي، سواء بقى هطلع ماشي سواء هطلع باسانسير، هي تيجي هي ونصيبها. بس هنشوف ايه اللي هيحصل. يلا اشوفكم هناك. دلوقتي بقى انا دخلت الموضوع اهو قدامكم، واحنا المفروض هندفع وهنطلع وهنستكشف. ده هنا تقريبا الدفع، ده هنا عشان ندفع. فانا ايه هروح بقى للطابور ده. المفروض ان انا هستنى الطوابير دي كلها وامشي كده زي الدوده وادفع واطلع. فانا لما ادفع واطلع بقى ايه اقابلكم فوق. بيبلغ ارتفاع برج ايفل 324 متر عن سطح الارض، وهو برج حديدي بيقع في اقصى الشمال الغربي لحديقة شامب دي مارس بالقرب من نهر السين. Yes, highest one with elevator. اوكي. دلوقتي بقى انا بدفع وهطلع فوق، والدنيا ضلمه ونهاركم زي الفل. اتبنى البرج ده عن طريق مهندس اسمه جيستاف ايفل، وده كان في 28 يناير سنة 1887. وبعد 2 وشهرين و5 أيام اكتمل بناء الصرح العظيم ده عشان يكون جاهز للزوار في 15 مايو سنة 1889. وادي الكارت اهو، تيكت. ميرسي. عملت سكان للكارت ده، والمفروض بقى ان انا ايه هطلع. تمام. الموضوع جامد، الموضوع جامد. المفروض ان انا هاخد الاليفيتر ده واطلع بقى. معاصر معاكم الموضوع دقيقه بدقيقه. 3 ساعات سايق وقفلوا الطريق علينا، وبعديها وصلت متاخر وبجري وبلف وطالع اسانسيرات ونازل اسانسيرات ودفع فلوس عشان انتوا تروقوا عليا. ودلوقتي بقى جت اللحظه المرتقبه بتاعه دخول الاسانسير، وهنشوف ايه اللي هيحصل. ايوه وصلت للدور الاول.
معرفش انا هوصل للدور التاني امتى، اللي هو الدور الاخير يعني. الموضوع شيق، يعني انا بوريكم تفاصيل كانكم انتوا عايشين جوه. هي بتقول كده ان احنا كده هنغير الاليفيتور عشان احنا رايحين التوب فلور، فاحنا هروح بقى الاليفيتور التاني معرفش فين. وفي معلومة غريبة جدا أول مرة أسمعها في حياتي، وهي إن سنة افتتاح البرج ده ما كانش اسمه برج إيفل، ده كان اسمه برج 300 متر. وبعد كده البرج ده بقى رمز العاصمة الفرنسية والرمز السياحي الأول فيها، عشان يجذب عدد زوار بيفوق 7 مليون زائر على مدار السنة. انا دفعت تذكره لاخر محطه في اخر دور خالص في برج ايفل. طلعت الدور الاولاني، طبعا الدور الاولاني ده اللي هو عالي قوي يعني، هو في نص البرج. ودلوقتي المفروض ان انا هغير الاسانسير عشان اطلع بقى للتوب، لاعلى قمه في برج ايفل. يلا انا هعمل اسكان دلوقتي للكارت ده، وبعد كده ايه اشوفكم فوق بقى. دلوقتي بقى يا جماعه انا ايه طالع القمه، الدنيا ضلمه كده اهو، بس انتوا ايه شايفين؟ وصلنا للقمة بتاعت البرج وصباح الجمال. أنا تايه ومبسوط. الموضوع زحمة شوية بس الموضوع جامد. يعني انتوا بصوا، انتوا كاشفين هنا فرنسا كلها، مش فرنسا يعني، قصدي باريس يعني. Hello. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. Good man. Where are you come from? I'm from Kosovo. Kosovo. Yes. Nice to meet you. You from? Denmark and Egypt. Egypt. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Albania. He's good man. Margo man. الراجل ده جه سلم ومسى واداني الكارت بتاعه، فيعني حاجه جميله بصراحه. شعب جميل، بلد اجمل، والسياح جميله، وانا مبسوط. أما المعلومة الغريبة التانية وهي الأغرب اللي عرفتها عن البرج ده، هو إن ارتفاعه كان 313 متر، وده لمدة 41 سنة، وبكده أصبح المعلم السياحي الأكثر ارتفاعاً في العالم. بس بعد كده ما اكتفوش بس بالارتفاع ده، بل بالعكس دول زودوا ارتفاعه أكتر من مرة عشان يكون الارتفاع النهائي ليه 327 متر عن سطح الأرض. في حاجة بقى كده فوق استكشفها أنا، طالعة كده تقريبا من غير إزاز بس برد والدنيا تكتكة. أيوة من غير إزاز. باريس من فوق في أعلى قمة في برج إيفل، يعني ده شغل عالي. باريس ورايا اهي. انا لسه ما خلصتش، انا هاخد المكان داير ما يدور برضو كده من فوق. شايفين الجمال؟ اوه التمثالين دولت منظرهم تحفه، كانهم بني ادمين طبيعيين بيبيعوا شامبانيا فوق عشان الناس تدفى بقى ما تعرفش ولا ايه، والعياذ بالله كده، وربنا يبعدكم بعيد عن الكلام ده. يعني هنا اهو في المكان ده عشان تشرب وتتدفى ويعني تقضيها. واتمنى تكونوا شفتوا المكان كله بكل تفاصيله، ويا رب ربنا يكتب لكم وتوصلوا المكان ده واحسن منه كمان. وانتوا اخواتي وانا بحبكم في الله، وافتكروا ان التارجت بتاعنا 1,000,000 مشترك في خلال سنه. دي صعبه ومش هتيجي بسهوله، هتيجي معاكم وبيكم، وان شاء الله انا متفائل. انا بجتهد كل شهر بسافر بلد جديده وبصور لكم كل التفاصيل وكل الاماكن الجميله اللي بزورها عشان انتوا تستفادوا. واشوفكم في فيديو جديد في استكشاف جديد، والسلام عليكم.